السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا جدا. النهارده طلة الملك، النهارده هنحتفل بالفالنتين مع حبيبنا الابدي والازلي، مع حبيبنا اللي ما مش مستحيل نستغنى عنه، مع الوحيد اللي يستحق ان احنا نحتفل معاه بالحب. اهلي ليله من لياليك يا اهلي، اهلي الاحتفاليه عليك يا اهلي. الاهلي النهارده والجيش الملكي في الجوله الاخيره من دور المجموعات. النهارده الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يكلل مجهود الفرقه دي بالفوز، عشان احنا عايزين نرد اللي حصل في المغرب في ارض الملعب. النهارده الاهلي هيلاقي الجيش الملكي المغربي على استاد القاهره فل، كل الجماهير موجوده والتذاكر خالصه، واخدين الساعه الكامله، واخدين موافقاتنا، والجمهور موجود. الساعه 7 بتوقيت الاردن، 6 بتوقيت مصر عشان الناس اللي بتلخبط في التوقيت، على بين سبورت 2. وهيكون من حظنا الحلو خليل البلوشي موجود وبيعلق وبيبدا ان شاء الله، وتكون ليله كبيره من ليالي الاهلي اللي احنا عارفينها وبنحبها ومتعودين عليها من الاهلي في الاوقات اللي زي دي. قول لنا بقى كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الحب، وتقول لنا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. اهلي احنا مش هنتنازل عن ليله كبيره من لياليك. احنا الاهلي بتصدر المجموعه بتسع نقاط وصعدنا الحمد لله. ورانا الجيش الملكي 8 نقاط، وراهم يانج افريكانز في المركز الثالث ب5 نقاط، ووراهم في المركز الرابع والاخير والناس اللي ملهاش اي امل في الصعود لا شبط القبائل ب3 نقاط، وللاسف هم خارج البطوله. الاهلي النهارده اذا فاز وتصدر المجموعه ان شاء الله، وتكون ليله عظيمه من النادي الاهلي، هيبقى قدامك 3 اختيارات: يا هنقابل الترجي التونسي، يا هنقابل صن داونز. يا صن داونز هو انت ورانا يا جدعان ارحمونا بقى. يا هيكون نهضه بركان المغربي هو اللي من نصيبنا ان شاء الله، في حال ان شاء الله اتكلم النهارده بالفوز ونصعد كاول. لا قدرنا وتعادلنا والله صعدنا تاني، فهيكون في المركز اللي بعد كده، اللي هي المراكز الاولى في المجموعات الثانيه اللي احنا هنكون لو احنا خدنا مركز ثاني، هيكون مرشحين 3 فرق برضه: بيراميدز والملعب المالي والهلال السوداني اللي بيقدم اداء الصراحه يعني يثنى عليه في البطوله دي. الهلال السوداني بيقدم اداء روعه الروعه ومتصدر مجموعته اللي كان فيها سان داونز. يعني لو صعدنا اول قدامك ترجي، سان داونز، نهضه بركان. لو صعدنا ثاني بيراميدز، ملعب مالي، الهلال السوداني. انا بتمنى ان نصعد اول ونقابل ان نقابله. انا عمال اصعد اول واقابل اللي قبله، اصعد اول وادوس على فرقه الجيش الملكي هنا في مصر وافوز عليها سكور، افوز عليها بنتيجه، واخد حق البهدله والمهزله اللي كانت حاصله هناك في المغرب. وبعد كده مين ما كان في المركز الثاني يقابلني، انا ما عنديش مشكله. الفريق البطل مش هيفرق معاه ومش هيفارق اي حاجه. مين اللي كان موجود مش هتبقى مشكله بالنسبه له. القايمه اللي دخلنا بقى المباراه، دخلنا بحمزه علاء والشناوي وشوبير وكريم وهاني واحمد عيد وياسر والجزار وياسين مرعي وبيكهام وبالعمري وامام ومروان وديانج وكوكا وبن رمضان وبن شرقي وحسين الشحات وطاهر ومروان عثمان، واخيرا المهاجم الانجولي او البرتغالي كامويش. في استبعادات من الفرقه النهارده، في ناس اللي هي مصابه، عندنا زيزو وتريزيجيه خارج التشكيله بسبب اصابه واحنا عارفين كده. سيحه ومحمد شريف برضو خارج التشكيله لاسباب فنيه، ومعاهم هادي رياض. احنا عايزين النهارده نرد بقى اللي حصل في المغرب، وبعد كده نقابل صن داونز، ما نقابلش صن داونز نقابل. احنا ما بنخافش من حد، احنا الاهلي والاهلي معودنا على كده. فوز وفوز كبير، الجمهور ان شاء الله يعمل اللي عليه. امبارح الزمالك ربنا كرمه وفاز، وانا والله امبارح كنت عايز الزمالك يفوز ويسعد، والمصري كمان فاز، ونجمنا المصري الكبير محمد صلاح ابدع وفاز امبارح كمان، وحبيبنا ريال مدريد كمان فاز امبارح، وحبايبنا الجماعه بتوع مانشستر سيتي وابن عمر مرموش قدم مباراه كبيره امبارح، والغوا له هدف بصراحه حرام انه يتلغي، اللي ما كانش فيها تسلل، وشوطه يعني من القذائف لا ترد ولا تصد ولا ترد من عمر مرموش امبارح في المباراه بتاعتهم. يعني يوم كوره امبارح كان جميل، وان شاء الله الاهلي يختموا النهارده بفوز كبير عريض في استاد القاهره على ارضنا وسط جمهورنا، ونتمتع ونتبسط، ويكون لنا فيديو تاني بعد المباراه. والشكر موصول يا جماعه، الف الف شكر لكل الناس اللي بتعمل متابعه القناه وبتحط لايكات على الفيديوهات. انا شكرا جدا بجد. الناس الاسبوع اللي فات على فيديوهات الاسبوع اللي فات عامله شغل كبير جدا، الف الف شكر لكل من ساهم معانا، وكل حد ما ساهمش. الناس اللي بتحط لايكات الف شكر ليكم، والناس اللي بتحطش لو سمحتوا حطوا لايكات، عشان ده بيساعد الفيديو انه يوصل لاكبر عدد من الناس، وتساعدونا على نشر المحتوى بتاعنا اذا كان بيعجبكم. والسلام عليكم.